من بعد ما شفنا في الجزء الاول يامان لقى عائلته بالصدفه وما صدقوش انه يكون ولدهم، وباه جا للحومه وعطاه قتله ديال العصا وقال له انه مستحيل يكون ولده ولا يكون حتى الكلب ديالو، وجدو اللي هدو باش يخوي المدينه ولا غادي يندموا. لكن في الصباح جات نسلهان وجدو اشرف الصحافه وقالت له انها دارت تحاليل بانه ولدها، وهما غاديين به كان جهاد واسي كيشوفوا بحزن ان صديقهم وخوهم اللي كبروا مع بعض غادي ومخليهم. وهما في الطوموبيل بدا كيتفكر يامان الضرب اللي كلاه من باه والاهانات اللي خداها من عائلته، وغوت وقال لهم يوقفوا الطوموبيل باغي ينزل، ونزل من الطوموبيل وهو ما قادرش يتنفس. وتبعاتو نسلهان وسولاتو مالو وبدا كيبكي وكيقول لها كيفاش خلاوه في الشارع هاد السنين كلها وما استعملوش النفوذ ديالهم باش يلقاوه. ومنين قاتلوا على علي اولدي قال انه ما سميتوش علي وسميتو يامان، وعلي ضاع سنين هادي انه هو اللي مشى حتى لعندهم باش يقنعهم انه ولدهم، وحتى واحد فيهم ما صدقوا وضربوه وهانوه باش يثبتوا انه كذاب. عنقاتو نسلهان وهي كتبكي وقالت له انها ما غتخليش يمشي وضيع من يديها مره واحده اخرى، وترجاتو انه يسمح لها على من النهار اللي ضاع منها حتى النهار اللي ما صدقاتو انه ولدها، وقالت له انها غتعاودوا على كل يوم كان بعيد عليها فيه. هرب منه جدو وطلب منه انه يمشي معاهم باش يكملوا كلامهم في الدار، لكنه رفض يمشي معاهم وجلس جنبو اشرف وقال له اذا حتى حنا ما غنمشيو لحتى بلاصه بلا بيك. وفي نفس الوقت كيكون الاز متعصب من الاخبار اللي سمع وغضبان وكيقول انه غينتقم منه لانه قدر يكذب على امه وخدعها بانه ولدها. وسرحان مازالو مصدوم ملي اتصلت به نسلهان وقالت له بانه التحليل طلعوا ايجابيين وبان علي ولدهم. الاز وشاكلا رافضين تماما ان هذا المتشرد يكون خوهم، وهنا نبههم بسرحان انهم يقولوا شي كلمه قدامه لانه غيعاقبهم بنفسه. وفي هذا الوقت كتوصل نسلهان واشرف معاهم يامان اللي مازال حتى لدابا ما مصدقش واش هذا الشيء بصح ولا كيحلم. ومنين قرب سرحان من يامان باش يعنقوا دور وجهه للجهه الثانيه وكيكون رافض يعنقوا بسبب الشيء اللي داروا فيه. يجي نقزت وعنقت خوها بعكس الاز وشاكلا اللي غير شافوا فيه بكره وعصبيه وخلاوه دخلوا. كيكون يامان جالس معاهم وكيبدا الاز يلوح عليه في الكلام، قال له انه ما عندوش الباس اللي يجي معاه يعطيه ليه، وغوت عليه سرحان ومشى لبيته. بدات نسلهان كتعالج الجروح اللي في وجهه وسولو جدو اشرف شكون اللي دار فيه هذه الحاله. سرحان توتر وخاف انه يجبد سميتو، لكن يامان ما قال عليه والو. شاكلا قالت لهم انه مستحيل تشوف الشخص اللي طعن ماماها وكان غيقتلها على انه هو. يجي شداتو من يدو وداتو توريه بيتو وكتكون فرحانه برجوع خوها. من بعدها دخلت مع نسلهان لبيتو وعنقاتو. وموتو جهاد واسي كيكونوا قاعدين وحزنانين على خوهم ومفتقدين وجوده معاهم، وقال لهم جهاد اكيد خوهم ما غاديش ينساهم وغيرجع لعندهم ويخرجهم من هذا الفقر اللي هما فيه. وخرج جهاد عند الصحافه اللي كانوا مازال قدام البيت وكيصوروا الحي اللي كبر فيه علي، وقال لهم انهم هما خوت يامان وكبروا مع بعضياتهم، ودخلهم يصوروا الدار من الداخل. بدا كيحكي لهم على الاز اللي جاب صحابه وضربوه. اشرف شاف الاخبار وما عجبوش الحال من الشيء اللي داروا جهاد. يامان خدا التليفون من ختو يجي وعيط لخوتو وهما فرحوا منين سمعوا صوته، وبدا كيعاود لهم على الدار شحال كبيره انه محتاج وقت باش يتعود عليها. في هذا الوقت جات هند وسلمت على يامان واسي غير سمعت صوتها كحلت بالعمى وبان عليها انها غيرانه منها. انها المكالمه اللي بينه وبين خوتو رحبت به هند وقالت له انها فرحانه من لقى عائلته، وسولاتو على الضرب اللي في وجهه وحكى لها بان باه هو اللي جاب رجال ضربوه باش يبعد عليهم، وقالت له بحزن انه اكيد بابا دابا ندمان على الشيء اللي دارو وعنقاتو باش تواسيه. وهنا شافهم الاز تعصب وعاد ما زاد حقد على يامان. في هذا الوقت مشى محامي اشرف وقال لهم ما يهضروش مع الصحافه ولا يدخلوهم للدار. وهنا تعصب جهاد وطردهم باللي جايبينه في يديهم. الاز دخل عند يامان ولحلو الحوايج اللي يلبسهم واستهزأ منه لانه قاعد في بيت الضياف. قال له انه مستحيل يكون عنده مكان في هذه العائله ومستحيل هو واختو يقبلوا به كاخ، ان مصيره يرجع منين جا. في هذه اللحظه جا سرحان وشاكلا وسمعوا الكلام اللي قالوا وضربوا بتصرفيقه وطلب منه انه يعتذر من خوه من الكلام اللي قالوا. الاز رفض ومشى وهو متعصب وتبعته شاكلا. اعتذر سرحان لانه ضرب يامان وقال له انه لو كان عارف باللي هو ولده ما عمره كان يهز عليه يديه. الاز قال لاختو لازم دابا تاخذ صفها، واش غتكون في صفه ولا صف ولد الزنقه، وقالت له انها بالطبع في صفه. وشاف تصويرته هو وهند وحلف انه غيدمر يامان الا خدا منه شي حاجه تخصو. وبدا
وبدا كيفكر في شي خطة يدمر بها يامان. من بعدها قعدوا كلهم يتعشاو، واعتذر آلاز وشاغلا من يامان على طريقتهم. من بعدها جات هند وماماها، وكان يامان فرحان بوجود هند. وهما قاعدين شافت هند الوشم اللي راسمو على دراعو وسولاتو عليه، وقال لها هادي نبتة اللوتوس وديما كيحلم بيها من هو صغير، وحاس انها عندها علاقة بطفولته، وداك الشيء علاش وشمها باش يبقى ديما يتذكرها. مامات هند ما عجبهاش التقارب بين بنتها وبين يامان، وطلبت منها انها تبعد عليه لانه ولد الشارع. قالت لها كيفاش تقول عليه هاد الكلام وهو خو آلاز وشاغلا وولد صاحبتها. قالت لها آلاز وشاغلا ترباو تحت يدين ماماهم، ولكن هو تربى في الزنقة، واكيد فعيلو فعيل ولاد الزنقة. يامان وهو في المطبخ طلب من الخدامين يعطيوه الماكله اللي شايطه وما يلوحوهاش في الزبل، وهما كيحسب لهم باغي يدي الماكله للكلاب. ولكن يامان كان كيفكر في خوتو لانهم اكيد غيكون فيهم الجوع. وفرحوا خوتو منين شافوه وجلسوا مجموعين ياكلوا، وبدا كيعاود لهم على عائلته، وان اكثر شخص حبوا فيهم هي اختو ايجي، وكان حزين عليها لانها مريضه بالقلب. وهو كيحكي على عائلته جهاد حس بالغيره، وبدا كيقول له صافي دغيا نسيتي الضرب اللي كليتي منهم، وقال له ما تزيدش تجيب لنا ماكلتهم لان حنا ما بغيناش ناكلوا الشياطه ديالهم. سرحان كان جالس مع نسلهان وكيبكي، وحكى له انه هو اللي ضرب يامان، ويامان عمره ما غادي يسامحه. صدمت نسلهان من اللي قالوا زوجها، لكنها ما بغاش تزيد عليه وهو سات. شاغلا كانت مع روسكار في الطوموبيل، وشافوا يامان وهو كيعاملها بطريقه خايبه وكيغوت عليها، ومشى عنده بدا كيدابز معاه وقال له ما يزيدش يعاملها بهذه الطريقه. لكن شاغلا قالت له ماشي شغلك وما تدخلش بينات. وهنا بقى واقف كيتسناها حتى تنزل، ومنين نزلت قالت له يبعد منها وما يدخلش في حاجه ما كتخصوش. في الصباح كان يامان كيحلم بحادثه اختطافه وهو صغير، كيسمع صوت مرجيحه وكيشوف مكان اللي كان محبوس وهو مخطوف، وناض هو مفزوع ولقى موجات وهي خايفه عليه، وبدا كيعاود لها على الحلم اللي كيحلم به من هو صغير، وما قدرش يتفكر حاجات اكثر من اللي كيحلم به، وما قدرش يتفكر وجوه اللي خطفوه. هدناتو ماما وعطاتو تليفون هديه، وقالت له الهديه الكبيره غتعرفها منين تجاوب دابا على المكالمه اللي غتوصلك. صونا التليفون وجاوب يامان، وكان المتصل هو أوموت، وهو في المستشفى مع خوته لان نسلهان غتكلف بعلاجه من الشلل اللي كيعاني منه. وفرح بزاف وشكرها من قلبه. من بعدها مشى ياخذ هديه باباه اللي كانت انه صايب له البيت ديالو وحط له ذكريات وهو صغير مع باباه. شكروا وعنقوا، وكانت هذه اول مره يعنقوا. من بعدها كيسمعوا كلهم صوت اشرف وهو كيعيط على يامان، ومنين نزلوا لعنده كلهم لقاوه جايب طوموبيل اخر موديل هديه ليامان. كيكون آلاز غيموت بالغيره، خصوصا منين لاحظ نظرات الاعجاب من هند ليه. في المستشفى كانت قاعده آسي وهي ساهيه وكتفكر ان ما عندها ما تلبس في عيد ميلاد اللي دايراه نسلهان مفاجاه ليامان. وجهاد قال لها ما غاديش يمشي، وتهماتو آسي انه غيران من يامان وخايف لانه غيولي مسؤول عليها هي وأموت في بلاصه يامان. ومشاو هو باغي يثبت لآسي انه ما خايفش من المسؤوليه. وهو خارج من المستشفى خرجت مامات هند شي كلام قدامه، وتعمد انه يخبط فيها باش يسرق البراسلي اللي في يديها. وبعد مده قصيره رجع وهو لابس كوستيم باين عليه غالي، وجاب لآسي حتى هي ما تلبس في الحفله. سولات منين جاب فلوس وهما ما عندهم حتى ما ياكلوا. قالت له اكيد سرقتي الفلوس. هو نكر وقال لها انه كان كيسالي يعقوب هذا تاجر مخدرات معروف في حومتهم، وهي قالت له ما غتلبس حتى حاجه من الحرام. وبدا كيستفزها بهند لانه عارف انه غيرانه منها. قال لها غتكون لابسه زوين وشيك وانت سيري بهاد الحوايج اللي اللون ديالهم ولا بالي. كان يامان وهند كيهضروا مع بعضياتهم بالتليفون، وطلبت منه انه يدخل لحديقه بيتها باش يتسولوا شنو تلبس اليوم في عيد ميلاده. وهنا شاف احمد خال هند يامان وهو واقف كيشوف في الفيلا، وبقى خايف ومتوتر وبدا كيتخبى وعيط لختو وقال لها يامان مراقبني وصافي كشفو شاكك فيه. وفي نفس الوقت كيكون يامان متعجب من تصرفات احمد وعلاش كيتخبى. بدا يامان كيوجد راسو لحفله عيد ميلاده. اعجب ماماه بزاف وهو كان متردد من شكله الجديد. وقالت له نسلهان انه هي ما طالباش منه ينسى يامان لانه هي فخوره به بزاف، لانه واخا هو كبر في الشارع الا انه انسان متخلق ومزيان وظريف. في عيد ميلاده كان فرحان بوجود حتى آسي وجهاد معه، وتمنى انه يوصل للي خطفوه ودمروا له طفولته. وهنا كانت شيغلا متوتره من كلامه. آلاز وشاكلا كانوا كيستهزئوا بجهاد وآسي، ولكن ما بغاوش يديروا المشاكل وقالوا ليمن انهم غيمشيو في حالهم، وعطاوه الهديه ديالو اللي كانت عباره على صوره كتجمعهم كاملين مع بعض. فرح بالهديه بزاف وعنقهم وطلب منهم يبقاو معاه يدوزوا الليله. في الليل كانوا قاعدين كاملين في الحديقه، ووقتها
وقتها قال ألاز أنه يامان مازال ما خداش هديته هو وشاكلا، وهديتهم عبارة عن حفلة موجدينها في محل وخاصهم يمشيو ليه. وهنا ما بغاتش نسلان وقالت لهم كملوا الحفلة هنا معانا وما عندكمش فين تمشيو. قالت لها شاكلا أن هذه حفلة للشارفين وماشي ليهم هما الشباب، أنهم موجدين الحفلة اليامان وحتى جهاد وآسي معروضين ليها. طمأن يامان ماما باش ما تخافش، وعطاه ألاز العنوان وقال له أنه غيسبقه وهو يلحق عليه هو وصحابه. من الحق يامان وهند وآسي وجهاد للعنوان تعجبوا أن المكان شبه مهجور، وتصدموا منين شافوا ألاز وشاكلا وكل اللي في الحفلة لابسين حوايج كلها متقطعة. وهنا فهموا أنه قصدهم يستهزئوا بهم ويحرجوهم. قالوا ألاز أنه باغي يامان يحس بأنه فطاروا، لأنه أكيد توحش الزنقة فين كان عايش. وهنا قبل يامان يمشي معاهم في لعبتهم وبين لهم أنه عنده عادي باش يخليه يتعصب. بدات كتغوت عليهم هند على هادشي اللي داروا. منين بغاو يمشيو في حالهم كيفاجئوا ألاز بمفاجأة تانية، وهي جاب كاع الأطفال ديال الزنقة اللي في حومته باش يغنيو ويشطحوا ويسعاو. كان ألاز فرحان وهو كيشوف الغضب على وجه يامان وهو فقد السيطرة على أعصابه وبدا كيضربه. وآسي كتضرب شاكلا وجهاد كيضرب أوسكار، واللي في الحفلة كيصور بالتليفون. ورجع يامان وجاب خوتو معاه كيف ما وعد امه وطلع لبيتو وهو متعصب وبدل حوايجو ولبس حوايجو القدام وترجات نسلان انه ما يمشيش. لكن يامان كان في قمة الغضب وقال له انه هادو ماشي خوتو ومستحيل يكون عندهم احساس وقلب ومستحيل يعيش معاهم في هذا الدار. وكيكون ألاز وشاكلا فرحانين لان خطتهم نجحت وغيرجع في حاله منين جا، وطلب من ماماه انها تنساه وتعيش حياتها كيف ما نساتو من شحال هادي. وهو غادي في حاله بدا كيسمع صوت الزيطه، وهذا الصوت كان كيسمعو ديما وهو مخطوف. وهنا كيشوف ان هند هي اللي جالسه على الكرسي ديال الحديقه وشاف الشرجم ديال القبو، وكان نفس الشرجم اللي كان كيشوفها وهو مخطوف، وتسحب ودخل للدار بلا ما يشوفو حتى حد ووصل للقبو. وهنا اكتشف انه هنا كان محتجز ومازال متذكر كل قنت في هذا البيت اللي كان محبوس فيه. وتذكر هو كيحاول يهرب من اللي خاطفه وضربوا بساجة في رجليه. وهنا فهم ان ام هند وخالها عندهم علاقه باختطافه. خال هند احمد سمع صوت جاي من القبو ومشى يشوف شنو كاين، ويامان كان متخبي وشاف اثار الجرح اللي في رجل احمد. وهنا تاكد انه هو اللي خطفه وهو صغير، وسمعوه وهو كيهضر في التليفون وكيقول اللي كيهضر معاه انه ما غيمشيش فيها بوحده، انه الا مشى فيها كل شيء غادي يعرف ان اللي خطف يامان واحد من عيلته. رجع للدار باش يعرف معاه من كان كيهضر احمد في التليفون، وكان اشرف وسرحان ونسلان نفس الوقت كيهضروا في التليفون. ومشى لحومته وهو مصدوم وما متيقش شنو اللي سمع، واش بصح واحد من عائلته هو السبب في المعاناة اللي عاناها. بعدها جات يجي عند ماما وراتها الفيديو الحفلة اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعصبات عليهم نسلان بزاف وغوتات عليهم وقالت لهم بانها ما عرفتش تربيهم وباللي خوهم اللي تربى في الزنقة مربي احسن منهم. واشرف جاتو ازمة قلبية بسبب الغضب والتوتر. في الصباح كانت شاكلا كتغاوت مع خوها وندمات حيت سمعت كلامه وخطات معاه، وجدهم كان غيموت بسببهم. وفي هذه اللحظة دخلت عليهم نسلان وقالت لهم ان الصحافة من الصباح وهما واقفين قدام الباب وكيتسناو يخرج عندهم شي حد ويهضر ليهم على الفيديوهات اللي تنشر. وقالت لهم نتوما اللي غتخرجوا بجوج وتهضروا معاهم، ما كان قدامهم حل غير انهم يخرجوا للصحافه. وقالوا لهم بانهم كانوا كيضحكوا مع خوهم وما كانوش عارفين باللي خوهم غادي يتقلق ويمشي من الدار. وفجاه شافوا يامان جاي قدامهم وفرحان وكيضحك، وقال للصحافه انهم خوت وواخا يدابزوا وعادي هادشي وقع، انه ما غاديش يخلي عائلته من بعد ما لقاهم. وهدد اللي خطفوه وقال لهم انه ما غاديش يخلي حقه وغيعاقب اللي كان سبب انه عاش بعيد على عائلته هاد السنين كلها. كانت شيغلام وخوها احمد كيشوفوا الاخبار وخافوا من تصريحات يامان. جهاد وآسي كانوا معصبين وغضبانين على يامان لانهم ما خدالهمش حقهم وما عطاهمش قيمه. دخل يامان للدار والديه كيكونوا فرحانين برجوعه. من بعد اتصل به جهاد وآسي ودابزوا معاه لان ما عطاهمش قيمه. من بعد مشى عند شيغلام واحمد لمنزلهم، وكيكون احمد متوتر بزاف وخايف. واقترحات هند على ماماها انهم يعرضوا على يامان وعائلته للعشاء عندهم. ومنين مشى دابز احمد مع اخته وقال لها انه خاصو يخوي البلاد في اقرب وقت لانه يامان اكيد شاكو كيخطط لشي حاجه. من بعد شاف ألاز يامان وهند مع بعض وشدته الغيره وقال له ان هذا المنزل ماشي ديالو ومستحيل يكون منهم. وجات حتى شاكلا دخلت على الخط
وكتأكد عليه كلام آلاز، وطلبت منه أنه يمشي في حاله وما يرجعش عاوتاني. في هذه اللحظة جا جدهم وطلب من يامان وهند يخليهم بوحدو مع آلاز وشاكلا يهدر معاهم. أشرف وجد عقاب لآلاز وشاكلا، وعقابهم كان أنه يديهم للمنزل اللي عايشين فيه خوت يامان ويدوزوا يوم كامل تما، وخوت يامان يجيو يعيشوا في بلاصتهم. ومنين وصلوا للدار خدا منهم التليفونات وخلاهم بلا فلوس، ودا معاه جهاد وآسي. حاولت شاكلا تمشي في حالها لكن لقات رجال واقفين في الباب ومنعوا خروجها بتعليمات من جدهم. في هذه اللحظة كان يامان وهند خارجين بالطوموبيل، وحاولت هند أنها تهدنو وقالت له باللي حتى خوتو عاشوا حياة صعيبة منين هو تخطف. تعصب من كلامها وبدا كيزيد في السرعة، وقال لها أنهم هما الأغنياء مستحيل يحسوا بمعاناتهم هما، لأن مشاكل الأغنياء كتكون ديما تافهة، وواخا هو عاش في الزنقة لكن قلبه فيها رحمة عليهم. ومن عصبيته كيزيد في السرعة بلا ما يشعر. وهند كانت خايفة وتفكرت الحادث اللي وقع ليها منين كانت صغيرة مع باباها، وبدات كتبكي وهو انتبه يامان ان هند كتبكي. حبس وبدا كيعتذر منها، وهي ضرباته بالتوفيقه ونزلت معاه باش يتصالح معاها، وبدات كتقول له انها ممكن هي تكون من عيله غنيه لكنها عمرها ما كانت سعيده، وعاشت طفوله تعيسه. حتى ماماها ما ردعاتهاش لانها كانت خايفه تغلط ويتخسر لها شكل الجسم ديالها، وعمرها ما وقفت في الكوزينه وطيبات لها شي حاجه كيف ما كيديروا كاع الوالدين مع اطفالهم. انه هي كبرت غير ماكله الزنقه، وباباها دار بها كسيده وهو سكران، ودخلت في غيبوبه. ومنين فاقت من الغيبوبه لقات باها سمح فيهم ومشى عنقها باش يواسيها، وكان غضبان من نفسه انه بكاها. ومنين رجع للدار تفاجأ منين لقى جهاد وآسي في الدار وحكاولو على شنو دار جدو لآلاز وشاكلا. سرحان ونسلهان بقاو كيسولو يامان الا هو متذكر شي حاجه على الاختطاف ديالو، يقولها لهم باش يساعدوه، وقال لهم انه غيبقى يقلب حتى يلقى اللي كانوا سبابو انه يعيش في الزنقه. آسي كانت في البيت ديال شاكلا وغير حالة فما في اللباس والمكياج والصبابط والسيكان الغاليين واخر موديل اللي كاينين في بيتها. وفي نفس الوقت كتكون جهاد بيت آلاز، وحتى هو غير حال فمو محتاج شنو يلبس من لباس آلاز. وشاكلا كانت واقفه على راس آلاز وكتقول له انه فيها الجوع وخاصو يمشي يشري شي حاجه ياكلوها. من كثرت الحاحها عليه ناضو مشى بزز منه، دخل الحانوت وشرب الفلوس اللي عنده غير الماء والخبز. وهو راجع في الطريق وقفولو الشفاره في وجهه، من لقاو ما عنده والو في جيبو داولو حوايجو وهربوا. منين رجع للدار تصدمات اختو من منظر خوها، وهو كان متعصب وبدا يهرس في كل حاجه شافها قدامه. في هذا الوقت كيكون يامان كيتغدى مع عائلته ومعاه حتى خوتو، وجابو حتى امو باش يتغدى معاهم. في الليل جاو رجال ديال يعقوب تاجر المخدرات ودقوا الباب، ومنين خرج عندهم آلاز سولو واش هو جهاد، قال لهم عطاوه المخدرات وطلبوا منه انه يبيعهم ويجيب لهم الفلوس، وخطط للانتقام من يامان عن طريق خوه جهاد. يامان كان كيتصنت على جدو وهو كيهضر مع الخادمه، وكان باين سمع شي حاجه ما عجباتوش، ومشى لعند جهاد اللي كان كيغوت وينادي عليه ودابز معاه بسبب الازعاج. وهنا تقلقوا منه هو وآسي وحسوا بانهم ما باغيهمش معاه هنايا وبغاو يمشيو في حالهم. وبدات كتعاتبو هند على الشيء اللي دارو، وطلب منها انها تديه للحديقه اللي تخطف منها، ربما يتذكر شي حاجه وداتو ليها. وبدا كيتفكر النهار اللي تخطف فيه، ولكن لحد الان ما قدر يتفكر وجوه اللي خطفوه، وبقى كيبكي. وبدات هند كتهدن فيه على عغد ليه فاق هو مفزوع من الكابوس اللي شاف، وبقى كيشوف تصويرته هو وباباه. وبدل حوايجو ونزل ولقى آلاز وشاكلا عاودوا جاو للدار. وفي هذا الوقت جات هند وقربت منه ولبساتو السنسله ديالها بيها كتطمئن منين كتكون خايفه ومقلقه. وهنا شافهم آلاز وتعصب. بالليل هجم رجال يعقوب على جهاد وسولوه فين هما الفلوس، وهو ما فاهم والو، وداو معاه جهاد ومشاو. بالليل كان يامان في العشاء هو وعائلته عند شكلا. بدا يامان كيتلاعب باعصابهم وكيهضر على يوم اختطافه، وانه مستني اللحظه اللي غينتقم فيها من اللي داروا فيه هكا، وانهم تذكر شي حوايج وقعوا معاه وهو صغير وخلى شي كلام واحمد غيوقف قلبهم بالخلعه. احمد بدا كيحاول انه يتسلط ويهرب بلا ما يحس بيه شي حد، وكيتصدم منين يامان كيبدا يهضر ان اللي خطفوه عنده جرح في رجليه. وهنا تاكد ان يامان عارف وشك فيه. وفي هذا الوقت جات آسي وهي منهارة وخايفه وكتطلب المساعده من يامان.
وقالت له يعقوب رجال وداو جهاد ومشاو طول الطريق، واسي كتلومو على اللي داروا معاهم، وهنا تعصب عليها وقال لها انه عنده مشاكل واللي فيه مكفيه وحتى حد فيهم ما حس به. وفجأة يخرج قدامهم جهاد وهو كيجري هارب من يعقوب، ركب الطوموبيل وطلب من يمان انه يمشي بسرعة، ودابز معاه يمان على علاقته بيعقوب، وهو كيحلف له انه ما عنده حتى علاقة به وما فاهم والو، وان يعقوب كيتهمو انه خدا من رجال المخدرات باش يبيعها ويعطيه الفلوس، وهو ما شاف مخدرات ولا شاف فلوس. وقتها شكو في الاس وقال له هذا باين خطة ديالو. فهاد اللحظة كيكون الاس بيت المزرعة وداير حفلة كبيرة وكيوزع على الحاضرين المخدرات، وشافتو شاكلة وسولاتو منين جاب هادشي وحكى لها كيفاش حتى حصل على المخدرات. تصدمات في اختو وزادت تصدمات كثر منين شافت روزكار كيشطح مع وحده وكيهلوس بسبب المخدرات. خرجت وهي كتبكي وعيطت لهند وقالت لها انها ملات هاد العيشه وملات انها تكون ما عندهاش قيمه عند كل شيء وحتى حد ما كيشوفها. وهنا هند بدات كتلبس باش تمشي عندها وتكون معاها. يجي مشات المنزل شقلام باش تجيب تليفون ماماها اللي نساتو عندهم، وشافت احمد وهو كيجمع حوايجو ولفت انتباهها الجرح اللي في رجليه، وخدات التليفون ورجعت في حالها. سمعت ماماها وباباها كيهضروا على اللي قالوا يمان وعلى انه قال اللي خطفو عنده جرح في رجليه، وتصدمات يجي وتفكرت الجرح اللي شافته في رجل احمد. في هذه اللحظه وصل يمان وخوتو لبيت المزرعه وخرجوا كاع اللي تما، قال لهم سالات الحفله، وسول يمان الاز على المخدرات ديال يعقوب، وهو لاحلو الصاشي خاوي ووزعوا كامل ودابزوا وتفاجئوا منين شافوا يعقوب جاي قاصدهم. خرج عندهم يمان وسد الباب على خوتو وهجم على رجال يعقوب باش يضربهم، لكن تصدم منين شاف يعقوب جاي وجايب معاه هند وحاط ليها الموس في عنقها وكيهدد يمان انه غيقتلها، وكيكون هو خايف عليها. وهنا تسالى الجزء التالي، نشوفكم في الجزء الجاي.